ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. راجع لكم بعد فترة غياب شوية، بس راجع لكم بساس موديل أو تطبيق كده. نفذته طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي مليون في المية. أدوات كتير، أنتي جرافيتي، شات جي بي تي، كلاودي، أدوات كتير كلها مدفوعة. مفيش أي حاجة فيها مجانية. طبعا عملت البرنامج ده عشان أنا نفسي أستخدمه في تتبع مصاريفي وإيراداتي وأهدافي وديوني، وآخد تقارير كاملة كسبت إيه وخسرت إيه لآخر الشهر. وطبعا اخد تقارير كامله كسبت وخسرت ايه في اخر السنه. خلاص. وعندي هنا عملت حاجه اسمها نسخ احتياطي. مجرد ما انا خلصت مثلا، ضفت حساب او ضفت ايراد او حاجه، ضفت مصروف او ايراد، بخش على نسخ احتياطي بياخد لي الداتا خلاص زي ما هي كده، واعمل استعاده على اي متصفح في اي جهاز من خلال الجيسون ده او الملف ده. اعمل كده يقول لي مثلا ايه انت زي الفل. مثلا اهو انت كان عليك مثلا 7000 جنيه ايراد. طيب اول ميزه، ودي انا حاططها لنفسي لان انا عندي مثلا مصاريف ثابته وهي مثلا زي الايجار. انا طبعا ما عنديش اي حاجه ايجار، بس حطيتها علشان المثال. بمجرد ما اعمل ريفرش كده هيضيف لي هو تلقائي 7000 جنيه تلقائيا. ليه؟ انا واحد مثلا عندي مصروف مش لازم 7000 جنيه. انت بالنسبه لك مثلا عندك 15000 جنيه ايجار، وعندك 7000 جنيه قسط عربيه، وعندك مثلا مصاريفك 1000 جنيه في الشهر غاز ونت وكهرباء وميه. فانت بمجرد، احنا ممكن نعمل لك ده مخصص لو انت هتشتري برنامج. مجرد ما تقولي على المصاريف دي بشكل تلقائي كل شهر بضيفهم لك عشان ما تنساش اي حاجه. وده ما بيخليش ان في مصاريف مخفيه او كده. طبعا عندنا حاجه اسمها الدخل. لو هضيف دخل ازاي؟ هضيفه عن طريق الزائد. فاروح على ايراد، وحاجه مثلا هنا اكتب مثلا 15000 مثلا موقع الكتروني. هتكتب كده موقع الكتروني لشركه كذا، موقع الكتروني لشركه كذا. خلاص. هنا بقى الحاجه اللي انا بحبها دايما هي التاريخ. التاريخ ده مهم جدا، لان انا في يوم كذا اخدت فلوس من موقع الكتروني شركه كذا. فانت غير ان انت ضفت الفلوس بتاعتك، فانت كمان حطيت داتا مهمة جدا، وانك خدت الفلوس منهم يوم كذا، وهيخليك تلتزم اكتر بالديدلاين. راحت فين الفلوس دي؟ راحت على حساب البنكي، واعمل تأكيد اضافة الدخل. بروح تاني هنا على المصاريف. لو انا عايز اسجل مصاريف، يا اما بروح هنا على المصاريف من هنا كده واعمل اللي هو نفس علامة الزائد، يا اما ان انا باخد علامة الزائد دي على طول واشتغل عليها. ممكن نروح فورا نكتب 1500 جنيه مصاريف. نوعها ايه؟ طبعا دي احنا ممكن نعملها لك كاستمايز لو انت عايز. مصاريف سيارة مثلا، اللي انا هحط هنا حاجة اسمها بنزين طول الشهر ب 1500 جنيه. ده لو انت راجل يعني بتخرج كتير بعربيتك، وعلى حسب نوع العربية طبعا. طبعا أنا دفعت فيزا 1500 مصاريف بنزين الشهر ده. هعمل تأكيد عملية الصرف. خلاص. يبقى أنا كده عرفت الرئيسية اللي يبان فيها كل الداتا، وعرفنا إن الداتا اللي هي التلقائية اللي بتنزل على طول، وعندك الدخل والمصاريف، وعندك حاجة اسمها الميزانية. طبعا كل اللي انت كل اللي هي الفئة دي بتكون ثابتة متغيرة سيارة. هتلاقي ان في هنا ايه، ان هم نازلين في الميزانية دي. ممكن تعمل لكل واحدة فيهم معدل ثابت. يعني انا عايز اصرف اخري في المصاريف الثابتة 2000 جنيه، اروح عامل كده، اروح محدد لك يقول لك المصاريف الثابتة عندك يا باشا 7000 جنيه لان دخل فيهم ايجار. خلاص خليهم 9000، عدلهم الى 9000 جنيه. يبقى انا فاضل لي متبقي كذا من الرقم ده. تقدر هنا تتبع ميزانيتك بشكل كامل. تقدر مثلا تحط هنا السيارة، مصاريف السيارة كانت 1500 جنيه، احنا حطيناهم وان احنا برضو صرفناهم. تمام. مفيش مشكلة، والأمور زي الفل. هنا عندك حاجة اسمها الخروجات. طبعا هو ليه ما راحش هنا في السيارة وضاف ال1500؟ عشان المعلومات دي بتسمى في التقارير الكلية من تاني يوم. تمام. يعني انت النهارده كتبت 1500، يوم 10، يوم 11 هتصحى الصبح يوم 11 هتلاقي ان دي بقت متبقي صفر. تمام. هو ده اللي بيحصل يا جماعه. طيب عندي هنا جزء الاهداف. الهدف المالي الجديد، انا راجل مثلا عايز اشتري عفش. اشتري عفش. خلاص. العفش، المبلغ المطلوب للعفش هو 200000 جنيه. طيب المده اللي انا هحوش فيها المبلغ هي 1 سنه. خلاص. 1 سنه. 1 سنه. وهعمل حفظ الهدف هينزل لي على طول. مجرد ما اعمل مثلا ان انا حوشت من 200000 150000، هيروح عامل لي ايه؟ هيقول لي خلي بالك انت كده متوقع سنة. تمام اهو، وانت ما شاء الله عليك انجزت 75% من الهدف ده. فبتفكر نفسك باهدافك.
بتفكر نفسك باهدافك ان انت في خلال سنه واحده بتضيف ايه مدخراتك. ممكن نعمل لك هنا حاجه مخصصه يقول لك ايه باقي كذا 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 على انتهاء الهدف، بس انا مش عايزها لنفسي، بس لو انت هتشتري برنامج انا هعملها لك مفيش اي مشكله. الديون نفس الكلام، انا مدين لمين؟ يعني انا مدين ليا عند فلان. فاكر الشخص اللي انت خدت منه 15000 جنيه موقع؟ اسم الشخص ده مثلا عبده. خلاص، انت خدت منه 15000 موقع ده كمقدم، هتاخد منه 15000 تاني عشان هنا بقى تسجل ايه بياناتك اللي ليك عند عبده مثلا 15000. هتاخدهم يوم ايه؟ هتعلم على العلامة السوداء اللي هنا دي، هاخدهم يوم 25 اتنين، هعمل هنا حفظ الدين. يبقى انت داين لعبده بكام؟ ب15000 جنيه. يبقى انت امورك ايه زي الفل. برضو انا مش محتاج التواريخ هنا لان انا بكتب اللي هي الحسابات دي في حتة تانية، في حتة تانية في الديون يعني. او مش لازم ان انا افتكر، انا بكتب مع العميل ان انا فاضل كذا كذا برسالة بيني وبينه حاططها في البن فوق في واتساب عشان يبقى التزام ليا وعليه. طيب التحليلات دي انا مش عاجباني خالص فهلغيها. تمام، بس هي بيقول لك افضل شهر واسوأ شهر، الكلام ده مش هيفيدني انا بحاجة، بس نعمل لك تحليلات لو انت عايز مفيش اي مشكلة برضه. هنا بقى الجانب الممتاز جدا وهي التقارير الكلية، التقارير الكلية. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا في يوم 10 2 2026 في مصاريف سيارة ب 1000 ونص. طيب لو انا رحت هنا على 10 2 خلاص، وعملت مثلا ايه 10 2 ل 26 او 28، طلع لك على طول فورا تقارير فورية فورا من اليوم بتاعك لاي يوم انت عايز، زي بالظبط كده بتطلع في بنك مصر او فودافون كاش يقول لك من كذا لكذا انت صرفت كذا. وطبعا هنا عندك التاريخ الى ما شاء الله، ممكن تعمل شوف التواريخ كلها يعني موجودة كل حاجة ايه في التقارير دي، مليون في المية هتفيدك. خلاص، فانت عايز بقى تجمع او تشوف انت عملت ايه مثلا من يوم 10 ايراداتك كانت كذا، وتعمل تطبيق الفلتر ايراداتك من يوم 10 ل 28 كانت كذا. تمام، فتقعد انت تجمع بقى مع نفسك، تقعد تجمع مع نفسك. ممكن نضيف هنا في التقارير الكلية كل الحاجات اللي تطلع دي ان احنا نجمعهم كلهم، ومثلا يظهر رقم كبير تحت هنا موجود تحت. بس انا في الحاله دي مش محتاجها برضه لان انا شهر بشهر بتابع التقدم بتاعي، وعندي بكتب بالورقه وقلم صراحه يعني. بس لو انت هتشتري برنامج انا هعملها لك بشكل مخصص. وطبعا هي البرنامج يا جماعه مدفوع مش مجاني وبدون اشتراكات. البرنامج ده لو انت مشترك في الخطة السنوية بتاعة الام كي دبليو بي دوت سايت اللي هو موقع الأكاديمية وبتسمعني ولحد دلوقتي موجود في الفيديو، ليه خصم 50%. لو انت مش مشترك فالاشتراك بيكون على الاشتراك بتاعك اللي هتدفعه بيكون على حسب المزايا اللي انت عايز تضيفها. ضفت ميزة واحدة مش زي ضفت 10 مزايا. وده كل الموضوع في التطبيق بتاعنا. وطبعا النسخة الاحتياطية تمام. وهنا طبعا شرحنا الجزء ده وشرحنا الجزء ده. المزامنة دي انا هلغيها مش محتاجها في اي حاجة. هنجرب بقى حاجة تانية وهي ان انت تضيف مصاريفك لو انت في الطريق دلوقتي عايز تضيف مصروف فورا علشان ما تنساهوش مثلا. فانا مثلا عندي المتصفح بتاعي وبشغل هنا اللي هو الميكروفون، بدي الصلاحيات للميكروفون واستخدم مثلا ايه السماعة بتاعتي اللي هي الهيدسيت دي. خلاص، بعمل هنا كده 500 مصاريف. تمام، بدوس كده على الجزء ده وبعمل 500 ايه 500 مثلا مصاريف. لو انا فشلت معايا هيجيب لي ان انا اسجلهم يدوي. 500 مصاريف بنزين. طبعا عشان بسجل فيديو مش هيبان لك مش هيبان اي حاجة دلوقتي، لكن انت لما تسجل الفيديو ده او بعد ما نسجل الفيديو ده هيبان لك الجزء. لو انت بتتكلم يعني في الموبايل وكده عشان انا بسجل مش هيطلع، لو انت بتسجل بصوتك هيبان لك ان فعلا ده 500 في المصاريف. بس هو ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، الساس موديل اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا قابل للتطوير بس حاليا انا موقف التطوير فيه علشان شغلي. وده هو موضوعنا النهارده. لو انت عايز انك تصمم موقع او ساس موديل زي ده او انك انت تعرف اكتر
عايز مثلا تنفذ تطبيق مختلف تماما، جاي في فكرك يعني فكرة تطبيق كده ننفذها لك مفيش مشكلة، نعملها لك بمصاريف متوسطة إن شاء الله. ويعني إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. أنا ما بحبش أتكلم في الحاجات الرسمية واعملوا اشتراك وسبسكرايب والكلام ده، بس لو أنت عايز تعمل كده اعمل كده فورا. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.